مساء الخير عليكم، ازيكم؟ حكايتنا النهارده هتتكلم عن شارع يعتبر من الشوارع الطويلة في القاهرة الخديوية اللي أسسها الخديوي إسماعيل. شارعنا النهارده هو شارع التحرير. الشارع بيمتد من أول بولاق التكرور أو الدكرور، وهنعرف مع بعض أصل التسمية كمان شوية، ونفضل ماشيين فيه لحد ما نوصل لميدان الدقي. هنعدي ميدان الدقي، هنفضل ماشيين عادي في شارع التحرير لحد ما نوصل لميدان الجلاء ونعدي كوبري الجلاء، نمشي في شارع طويل على يمنا الأوبرا الجديدة. وصلنا لحد كوبري قصر النيل هنعديه، هنبقى في ميدان التحرير، هندخل يمين، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل ميدان باب اللوق، هنعدي ميدان باب اللوق وهنمشي شوية هنبقى قدام قصر عابدين. يعني شارعنا من أول بولاق الدكرور لحد قصر عابدين. أصل تسمية بولاق الدكرور، كان زمان في المكان دون كان بيعيش مجموعة من الناس اللي جايين من غرب أفريقيا، كانوا اسمهم التكرنة. الناس كانت بتسميهم التكرنة بالتحديد. كان في واحد يعتقد، الناس بتعتقد انه له كرامات، اسمه ابو محمد عبد الله التكروري. الراجل ده كان موجود او عايش في ايام ابن المعز لدين الله الفاطمي اللي هو العزيز، ومات واتبنى له قبة ومسجد في الحتة دي. المسجد والقبة وسعهم أمير مملوكي اسمه الشهابي سنة 790 هجرية، وبعد كده اتنقلوا القبة والضريح لجوه بولاق الدكرور. خلصنا بولاق الدكرور، هنفضل ماشيين شوية لحد ما نوصل للمركز القومي للبحوث الزراعية. المركز ده اتأسس بمرسوم ملكي سنة 1947، واللي أشرف على تنفيذه علي لبيب. هنمشي شوية وهنعدي ميدان الدقي وهنفضل ماشيين، هنلاقي قبل كوبري الجلاء هنلاقي على يمنا شيراتون القاهرة. شيراتون القاهرة ده كان زمان قبل ما يتبني الشيراتون بفترة كان كازينو بديعة مصابني. بعد كده بقى قدامنا فرع النيل الغربي للزمالك. بالمناسبة الزمالك ما كانش جزيرة زمان، الزمالك ما بقتش جزيرة غير سنة 1877. طب ايه القصة؟ القصة ان الفرع الغربي للنيل دون كان الناس بتسميه البحر الأعمى. ليه اسمه البحر الأعمى؟ علشان دون وقت الفيضان كان بيتملي مية، مفيش فيضان المنطقة تبقى أرض عادية، فما كانش مجرى نيل ولا حاجة. راح جه الخديوي إسماعيل سنة 1873 أمر إن الحتة دي تتحفر عشان يبقى فيها مجرى للنيل، وبالفعل بقت سنة 1877 بقت الزمالك جزيرة بعد ما تحفر الفرع الغربي. وفوق الفرع دون اتعمل كوبري. الكوبري دون كان بيسموه زمان بكوبري الإنجليز. ليه كوبري الإنجليز؟ علشان طبعا الإنجليز وهم رايحين يسهروا في كازينو بديعة كانوا بيعدوا بكتير على الكوبري دون. بعديها بعد ما خلصنا الكوبري هنلاقي هناك تمثال لأحمد باشا ماهر. التمثال دون الشعب المصري عمله بنظام الاكتتاب، يعني تكلفته كانت بنظام الاكتتاب، اكتتب فيه المصريين. اتكلف ثمنه 5500 جنيه وقتها، واللي عمله مثال اسمه محمد حلمي يوسف. ودون كان له قصة، يعني كان المفروض يفتتح في 31 نوفمبر 48، بس جم شوية هوا في ليلة الافتتاح طيروا الستارة اللي كانت مغطياه وافتتح قبل ميعاده. بالمناسبة أحمد باشا ماهر ده كان رئيس وزراء مصر وشارك في ثورة 19 وتم اغتياله في مجلس النواب، وكان معروف بمواقفه المعادية لوجود الإنجليز.
وهنمشي شوية هنلاقي متحف مختار. ده أول متحف اتعمل بعد ثورة 23 يوليو علشان يخلدوا محمود مختار. محمود مختار ده بالمناسبة كانت أعماله بتتعرض في أوروبا، وأول فنان مصري يتعمل له معرض لوحده في باريس، وهو صاحب على فكرة تمثال نهضة مصر. بعد كده هنلاقي تمثال سعد زغلول. تمثال سعد زغلول ده تمثال فخم معمول بالجرانيت، واللي عمله برضو محمود مختار، وده من أحلى تماثيل القاهرة. والتمثال ده زعل العيلة المالكة، يعني يقول لك ازاي ده أحلى من تمثال جدنا محمد علي، ما ينفعش يعني. وكمان محطوط في مكانه ده مكان استراتيجي لأن هو قريب من كوبري الإنجليز. بعد كده خلصنا نوصل بقى ايه لكوبري قصر النيل. كوبري قصر النيل افتتحوا الخديوي اسماعيل 1872، وكان حاجة صغيرة كده، كان 10 متر، كان 10 يعني حاجة صغيرة. تكلفة بناء هو على فكرة الأسود اتعملت في فرنسا، المحطوط عليه اتعملت في فرنسا، اتكلفت 5248 جنيه التكلفة بالنقل. بعد كده كوبري قصر النيل اتعمل واتحطت الأسود، وكان بيتفرض حاجة كده زي ايه كارتة للي يعدي عليه. في سنة 31 الكوبري ابتدى يبوظ، يحصل له تخلخل يعني، وبعدين اتعمل ايه كوبري بديل اللي هو الكوبري اللي موجود الحالي يعني، وعرضه 20 متر اوسع شوية، وكان تكلفته اعلى طبعا. وافتتحوا الملك فؤاد سنة 1933 وسماه باسم الخديوي اسماعيل. بعد ثورة يوليو اتسمى باسم ايه التحرير، بس بعد كده سنة 1970 اتسمى باسم جمال عبد الناصر بعد ما جمال عبد الناصر مات. بس الناس بقى فضلة يعني فضلت على تسميته قصر النيل، ولحد دلوقتي الناس بتقول له ايه قصر النيل. وكلمة قصر النيل ايه ليه؟ لأن بعد ما نخلص، ليه اتسمى قصر النيل؟ لأن بعد ما نخلص الكوبري على يمنا كان في قصر. القصر كان بناه محمد علي لبنته زينب، وهده سعيد باشا، وعمل مكانه سكنات للجيش المصري، ونقل ليها وزارة الدفاع. ولما الإنجليز جم بنوا فيها سكنات لجيشهم، واتعرف باسم سكنات قصر النيل. وبعد كده السكنات دي اتهدت واتعمل مكانه الجامعة العربية وفندق النيل. بعد كده نمشي بقى ايه في شارع التحرير عادي لحد ما نوصل لقصر عابدين، ودي نهاية شارع التحرير. وأتمنى تكون الحكاية عجبتكم.